عانى بعض الفنانين من فترات صعبة في حياتهم، ومنهم نجوم دخلوا السجن في قضايا مختلفة كادت تقضي على مستقبلهم، ولكن استطاع أغلبهم تخطي الأزمة. لذلك في هذا الفيديو سنتعرف على شهر فنانين عرب دخلوا السجن. ولكن قبل نبدأ لا تنسى إن تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لا يصلك كل ما هو جديد. سبب حبس الفنان أحمد عزمي. من أكثر الأخبار المتعلقة بالنجوم والفنانين هو خبر حبس الفنان المصري الشاب الشهير أحمد عزمي لمدة 6 أشهر، وكان الخبر صادم على كثير من محبيه وجمهوره، وتم تداول الخبر بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل معرفة سبب حبسه والتفاصيل الكاملة المتعلقة بحبسه، وما هي التهمة التي جعلت النيابة المصرية تحكم بالسجن عليه. وتبين أنه تم إلقاء القبض عليه وبحوزته كمية من المخدرات التي ادعى أنها ليست ملكه. في عام 1982 وجهت إلى ماجدة الخطيب تهمة القتل عن طريق الخطأ، حيث دهست بسيارتها شخصاً، وحكمت عليها المحكمة بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ وغرامة بلغت 5000 جنيه. وأثناء المحاكمة قضت ماجدة 8 أشهر في سجن الاحتياط على ذمة المحاكمة، غرامة بلغت 5000 جنيه مصري، إلا أن تجدد الأمر عام 1985 عندما ألقي القبض عليها بتهمة تعاطي مخدرات، حيث حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات. خضع للتحقيق في أكتوبر عام 2016 في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية، وفي أبريل عام 2017 أطلق سراحه بقرار من محكمة الاستئناف في باريس. قضت محكمة فرنسية بالسجن 6 سنوات بحق المغني المغربي سعد لمجرد بعد إدانته في اتهامات بضرب شابة واغتصابها في غرفة فندقية بباريس في سنة 2023. ألقي القبض على الممثلة المصرية دينا الشربيني أثناء شراء مواد مخدرة في عام 2013 بعد ضبطها وهي تتردد على إحدى الشقق التي يدار فيها بيع المواد المخدرة. قضت محكمة جنايات القاهرة الأحد بمعاقبة الفنانة دينا الشربيني بالحبس 1 سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 10,000 جنيه لاتهامها بتعاطي الكوكايين. الفنان المصري تامر حسني 6 أشهر كاملة خلف القضبان عام 2006 في قضية اتهامه بتزوير شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به، لكنه استطاع العودة من جديد وطرح ألبوما ناجحا بعد خروجه من السجن. كان من السهل للغاية لتامر حسني وهيثم شاكر إنكار علاقتهما بواقعة التزوير، خاصة مع فريق المحامين الكبار الذين دافعوا عنها وتصدرهم في التحقيقات المحامي الشهير في قضايا الرأي العام.